السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض إزاي نشتغل موديل الآيس كاب ده. الموديل ده جميل جدا. الباترون بتاع الآيس كاب ده سهل علينا فكرة إن احنا نعمل الآيس كاب بقطعة مستطيلة ونطبقها ونضمها من الآخر من فوق، ويبقى بعد كده آيس كاب. شغل المجموعات ده اللي هو مجموعة هنشتغلها بالقياس بطول السلسلة اللي احنا عايزين الآيس كاب نوصل له حسب السن اللي احنا عايزينه. ويلا نبتدي ننفذه مع بعض على طول. نقول بسم الله ونبتدي ننفذ مع بعض الايس كاب ده. هستخدم معاكم في الايس كاب ده خيط هيمالايا افري داي. الشله دي 100 جرام. محتاجه معاكي ماركر بسيط، بنس، دبابيس، اي حاجه تعلمي بيها الغرز، ابرتين. الابره اللي هشتغل بيها الايس كاب مقاس 3.5، وهشتغل سلسله الاساس بابره اكبر نص نمره 4. وهنقول مع بعض واحنا بنشتغل لو مش عندي مقاسات متفاوته او التقارب المقاسات ده في الابر عندي، ايه الحل؟ هسحب الخيط منين؟ هسحبه من قلب الشلة احسن ما اشتغل من بره وبتتلكفت ودول بيتعقدوا، فانا هسحبه من جوه. هدخل ايدي بشويش من ناحيتين و اهو. الصوف سهل قوي تطلعي من قلب الشلة، اسهل من الديفا. كل ما الخيط كان صوف وكان سميك بيبقى سهل تطلعي من جوه. خلاص انا كده الخيط معايا. اي خيط متوفر عندك تقدري تنفذي بيه الايس كاب ده. ابرة مناسبة ليه قدر الامكان. انا هشتغل سلسلة الاساس بابرة رقم 4، هكمل الايس كاب كله بابرة رقم 3.5. لو انتي مش عندك التفاوت او التقارب في النمر بتاعة الابر، انه عندك 3، 3.5، 4، 4.5، مفيش اي مشكلة، تقدري برضو تشتغلي، وليكن هتكملي مثلا بابرة 4 وهي المتوفرة عندك. اعمل سلسلة الاساس، اريح ايدي شوية، بس اراعي ان انا اظبط واوزن ايدي تكون كل الغرز مظبوطة زي بعضها وكأنها بالابرة الاكبر، ويكون الشغل مريح شوية عن شغلي العادي. يعني لما اجي اكمل الايس كاب خلاص هشتغل بقى ايدي العادية سواء مشدودة او مريحة، كأني بالظبط صغرت الابرة نص نمرة. ازاي اظبط او اوزن ايدي؟ بصوا، اللي قصدي عليه ان مثلا انا عملت اهو سلسلة البداية او عقدة البداية اهو. اقرب لكم. انتي مثلا هتشتغلي اهو، فبقول تظبطي ايدك ازاي. بصوا انا كده موسعة ايدي اهي اهو كده، شوفوا كمان اهو، شوفوا موسعة ايدي عن شغلي العادي، لانه مثلا انا ما عنديش غير الابرة، ما عنديش تقارب نص نمرة او نمرة. تمام. طيب اهو. لو عملت بقى ابرة، بصوا لو سرحت بقى وعملت ايه، غرزتين، شوفوا فارقين عن دول، يعني دول فارقين عن دول. ده اللي انا قصدي، ان انتي تظبطي ايدك. بصي الاول دول كلهم واحد، دول ايدي ضاقت شويه هنا، لا اظبط ايدي لو ما عنديش. وبرده مش شرط نص نمره، ممكن تشتغلي الاساس باكبر نمره. يعني لو عندك 4 و3 اشتغلي، هتكملي مثلا ب3 وتعملي ب4 الاساس. المقصد من كلامي انه سهل جدا انك تتعاملي حتى لو مش عندك التفاوت في النمر اللي هو نص نمره، او لو ما عندكيش غير مثلا نمره واحده، لانه وارد جدا ان حد بيكون لسه بادئ يشتغل ما يكونش عنده كل مقاسات الابر. نبتدي اعمل حلقة البداية او عقدة البداية على الابرة. هشتغل مجموعة من السلاسل، انا مش مرتبطة هنا بعدد خالص، فهشتغل مجموعة من السلاسل بطول مناسب للطول اللي انا اخترته يكون مقاس الطاقية. انا قررت ان انا هعمل ايس كاب بطول من 20 ل 22 سنتي اقصى حاجة، فهعمل سلسلة البداية اكتر من الطول اللي انا قررته هيكون للايس كاب، علشان لما ارجع اسس سلسلة البداية ما يعجزش معايا في الطول واضطر افك وازود سلاسل. وده ليه؟ لانه اول سطر بيلم الشغل شوية، يعني سلسلة البداية لما بشتغل اول سطر وبرجع الشغل بيلم شوية، فيبقى انا اما زودت السلاسل في سلسلة البداية تفاديت النقطة دي. هكمل سلسلة البداية وارجع لكم. كملت سلسلة البداية، وصلت، تعالوا نشوف وصلت لطول كام. يعني جت زيادة شوية، مش مشكلة، عشان اوريكم برضو انه اللي بيفيض معايا لو فاض معايا سلاسل سهل جدا ان انا افكها ولا كأنها كانت موجودة. انا كده قست، فهغير الابر
ماهوش محتاجة ابرة رقم 4، ارجع لابرة 3.5. طيب الغرزة الاساسية للايس كاب ده غرزة النص عمود. برتفع لنص عمود سلسلة، ارتفعت سلسلة الارتفاع. اول غرزة بعدها هشتغل في ظهر الغرزة. الشغل في ظهر الغرزة بيكون غلس شوية، ولكن بيديني رونق للشغل بحيث ان بدايته زي اخره. طيب احددها ازاي؟ انا عندي الفي اهو، هقلب وادي ظهر الغرزة اللي انا هشتغل فيه، ودي السلسلة الارتفاع. ما تلخبطش وارجع لدي تاني، هتلاقوها مش بتيجي معاكم اصلا، مش تنفع للشغل. هلف الخيط على الابرة لانه نص عمود، وهدخل في الغرزة، اول غرزة اهو، ادي اول غرزة نص عمود في الايس كاب. على طول احددها بماركر علشان ما تتوهش مني، او وانا راجعة بالشغل ما تلخبطش وانساها، علشان ده مش شغل بقى بالعد ولا حاجة، ده شغل كده بالمقاس. ماركر بيريح جدا في الشغل. الغرزة اللي عليها الدور دي خلاص انا اشتغلت فيها. الغرزة اللي بعدها اهي، سواء من قدام او من الظهر نص عمود. اللي بعدها لف على الابرة، واللي بعدها في ظهر الغرزة نص عمود، الف، واللي بعدها في ظهر الغرزة، في ظهر الغرزة اساعد بضفري او بصبعي غرزة نص عمود اهي. ده اللي بقول لكم عليه شغل الغرزة في ظهر الغرزة، بيخلي لي، بصوا المنظر ازاي، الجزء ده اهو هنا زي هنا. ده اللي بقوله، هتلاقوا اخر الايس كاب كده في الاخر واوله كده، لكن لو اشتغلتوا في حرف الغرزة ده هيبقى الشكل من هنا كده، هيبقى كده التلقيمة اللي تحت دي، وهتلاقوا الناحية التانية منتهية كده. فلذلك كان الشغل في ظهر الغرزة هو الأحسن كتير. هكمل السطر بغرزة النص عمود لغاية لما اوصل لطول الايس كاب اللي انا خلاص حددته، مش محتاجة خلاص يكون فيه زيادة ولا حاجة، وارجع لكم تاني. وصلت كده في شغل النص عمود في سطر الاساس لقياس 17 سنتي، وهزود عليهم 10 سلاسل. هعد 10 وهحط علامة 2 4 6 8 10، هحط علامة في اخر غرزة اهو. يبقى كده ده هيبقى طول الايس كاب عندي هيبقى تقريبا 22 سنتي، ولسه ال10 دول لما اشتغلهم هيلموا شوية فهيديني المقاس اللي انا عايزاه. هشتغل في ال10 غرز دول على 5 مرات، اتنينات، اتنين اتنين، وهكذا للاخر. اول غرزتين دلوقتي هشتغل فيهم ايه؟ انا ماشية عادي خالص نص عمود اهو. اول غرزتين عندي بشتغل زي ما انا ماشية في ظهر الغرزة اهو، ادي الغرز العادي ظهر الغرزة. هشتغل هنا حشو وهشتغل هنا منزلقة. هدخل ادي حشو كأني بقصر الغرزة، بسحب الشغل. وفي اخر اللي بعدها قلنا هنشتغلها ايه؟ منزلقة اهو، منزلقة. هلف الشغل، هرتفع السلسلة الاول والف الشغل. عندي غرزة منزلقة هشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها نص عمود زي ما انا ماشية. يعني انا اشتغلت هنا حشو ومنزلقة وكأني بسحب الايس كاب، وما الف وارجع بعد الارتفاع هشتغل عادي خالص نص عمود في الحلقة الخلفية اهو. اشتغل مع بعض، ادي اول واحدة نص عمود اهو، ادي نص عمود. اللي بعدها فهاخد لفة على الابرة وهروح في الحلقة دي اهي، مش دي، لا دي
واشتغل نص عمود. تاني هلف على الابرة عشان هنص عمود. هدخل فين؟ في الحلقة، مش في الحلقتين بتوع حرف في السلسلة او الغرزة، لا هلف وادخل فين اهو. واضحة قوي اهي اهو. شوفوا التضليع هيبان بقى من الشغل. ادي نص عمود كمان في الحلقة اهو، نص عمود. هكمل السطر بغرزة نص عمود وارجع لكم. اشتغلت كام غرزة نص عمود؟ نسيت اقول لكم ان احنا نحط برضو ماركر في اول غرزة اشتغلتها في السطر الراجع. الماركر حاجة كويسة جدا لان هي بتريحني من العد، بتفادى بيها ان انا اتلخبط في الغرز. وصلت معاكم لنهاية السطر، شلت الماركر من الغرزة وهشتغل نص عمود فين بقى؟ في الحلقتين هنا. بصوا هنا مش هشتغل في حلقة واحدة، مش هشتغل هنا زي ما انا ماشية كل السطر، لا انا هشتغل هنا في الحلقتين نص عمود، وهرتفع سلسلة لارتفاع نص عمود، وهلف الشغل وهعمل اول غرزة برضو فين؟ في الحلقتين اهو. ادي اول غرزة وارجع تاني الماركر على طول اعلم بيه. يبقى انا كده عندي اخر غرزة نص عمود في السطر هنا بشتغلها في حرف الغرزة نفسه اللي هو الفي بتاعت الغرزة، مش بشتغل في الحلقة الخلفية زي باقي السطر. ولما برتفع وبلف الشغل بشتغل برضو اول غرزة في الحلقتين مش في الحلقة الخلفية، وبركب الماركر على طول واكمل اللي بعدها على طول نص عمود عادي اهو، مش في الحلقتين بقى زي اول غرزة، لا نص عمود عادي اللي هو زي شغل الايس كاب، يعني في الحلقة الخلفية اهو اللي عليها الدور. ادي اهي اللي بعدها اهو. فتلت منك فكي وعيدي اهو، فتلت مني شوية اهو في نفس المكان، عدتها عشان تكون مظبوطة. هكمل نص عمود لغاية لما اوصل هنا وارجع لكم. وصلت معاكم كده لنهاية السطر، وصلت للماركر التاني اهو، هفكه وهشتغل هنا غرزة نص عمود عادي خالص اللي هي كانت في السطر اللي فات منزلقة، فعشان كده بتكون فاهمين نايمة كده تمام، نازلة لتحت. هشتغل هنا حشو، هروح هنا اشتغل حشو، وبعدين الغرزة اللي بعدها منزلقة، اللي هو كده اخدت 2 زي ما قلت ان انا بشتغل ال10 دول مجموعات على 2 هشتغل دي منزلقة اهو. شايفين بقت بالشكل ده، مفيش عندي فراغات. نيجي نشوف اهو، مفيش فراغات ولا حاجة، الشغل بقى ماشي خلاص، بدأ ياخد ايه الميل بتاعه. بعد ما الف الشغل اللي كانت منزلقة هشتغل فيها تحت الحرفين عادي خالص، مش هشتغل فيها تضليع، هشتغل ايه نص عمود. نص عمود 3 على الابرة، الف واخرج منهم كلهم. اللي بعدها نص عمود اهو، اشوف ادي الحلقة الثانية نص عمود، هروح على طول اسيب الابرة واروح عند دي اعلمها بالماركر، ارجع اكمل، هكمل نص عمود تاني. اللي بعدها نص عمود. تعالوا نشوف شكل الشغل اهو اهو، وارجع شوفوا زاد سلسلتين اهو، ارجع كله نص عمود في الحلقة الخلفية هكمله وارجع لكم. وصلت معاكم لاخر السطر، هشتغل الغرزة اللي فيها الماركر هشيلها
نص عمود في الحلقتين عادي خالص اهو. اخر غرزة بشتغلها في الحلقتين عادي، مش بشتغلها في الضلع الخلفي زي باقي السطر. هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل في الاولى برضو تحت حرفين الغرزة عادي خالص، نص عمود عادي مش في الحلقة الخلفية. الغرزة اللي بعدها اهي، هنا نص عمود، واللي بعدها نص عمود في الحلقة الخلفية. اروح برضو ارجع الماركر مكانه تاني اهو في اول غرزة عشان ما اتلخبطش، وهكمل برضو السطر بغرزة النص عمود للنهاية وارجع. وصلت معاكم لاخر السطر، برضو هشيل الماركر من الغرزة وهشتغل غرزة نص عمود في الحلقتين عادي خالص اهو. ادي نص عمود عادي، المجموعة اللي عليها الدور اللي هما الغرزتين دول هروح لهم بايه، هروح لهم بغرزة حشو ومنزلقة ورا بعض زي كل سطر اهو. ادي حشو ومنزلقة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل عادي خالص نص عمود في الحلقتين في اول واحدة، واللي عليها الدور بقى التانية هشتغل عادي بقى زي باقي السطر في الحلقة الخلفية نص عمود. وهروح برضو عند اول غرزة وهحط الماركر، الغرزة اللي عليها الدور نص عمود، وهكمل برضو نص عمود واوصل للاخر وارجع لكم. وصلت معاكم لاخر السطر، شلت الماركر من هنا وهي الغرزة اهي. هشتغل نص عمود في الحلقتين عادي خالص اهو، نص عمود وهرتفع سلسلة والف الشغل وهشتغل اول غرزة في الحلقتين مع بعض تحت حرف الفي اللي عليها الدور في الحلقة الخلفية عادي زي باقي السطر. احط الماركر اهو. خليني اوريكم الابرتين دول 3.5، دي مش عاملاها بشمع، دي عاملاها بشمع، ايدي بترتاح في دي اكتر، فاوقات اشتغل بدي واوقات اشتغل بدي، معظم الابر عندي كده. فخلاص كده هكمل بقى باقي السطر بغرزة النص عمود في الحلقة الخلفية وارجع انهي معاكم السطر. وصلت معاكم لنهاية السطر، شلت الماركر، بشتغل اخر غرزة تحت حرفين الفي اهو مش في الحلقة الخلفية. ادي نص عمود، بشتغل حشو وبعدين منزلقة في الاتنين اللي عليهم الدور، لسه لي انا كده 4 اهو. هروح على طول على اللي عليها الدور واعمل حشو، واللي بعدها منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وابتدي اول غرزة بشتغل تحت حرفين الغرزة اول السطر واخر السطر نفس النظام. هشتغل بتبقى مقفولة شوية عشانها منزلقة، ولكن اهي نص عمود، اللي بعدها الحشو هشتغل فيها في الحلقة الخلفية نص عمود. كده بدأت السطر. هحط الماركر على طول في اول غرزة قبل ما انسى عشان ما اتلخبطش. بعدين هكمل السطر للاخر بغرزة نص عمود وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة، اخر غرزة زي ما قلنا اشتغل في الحلقتين اللي هو الفي، هشيل الماركر وتحت حلقتين الفي هعمل اخر نص عمود في السطر. ادي نص عمود، هرتفع سلسلة وهلف الشغل. اول غرزة نص عمود بتكون في الحلقتين، ادي اول نص عمود، تاني نص عمود بتكون في الحلقة الخلفية، وعلى طول على الماركر
واعلم اول غرزة. شايفين التضليع اهو بدأ يبان. هكمل السطر بغرزة النص عمود وارجع لكم انهي معاكم السطر. وصلت لاخر السطر، هشيل الماركر وهعمل نص عمود في الحلقتين. ادي نص عمود. وصلت كده لاخر غرزتين في مجموعة ال10 غرز. هشيل الماركر من هنا وهعمل فيهم زي ما بنعمل. هنعمل ايه؟ هنعمل حشو ومنزلقة. ادي حشو، وكمان اللي وراها اللي كان فيها الماركر ظهرها اهو منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. اول غرزة نص عمود فين؟ في الحلقتين. اول غرزة بتغلب شوية عشانها منزلقة، بس تمام الحال بيمشي. تاني واحدة عادي خالص بقى، نص عمود فين؟ في الحلقة الخلفية اهو، واروح على الماركر اعلم اول غرزة. هكمل السطر ده بغرزة النص عمود وارجع انهيه معاكم. وصلت لاخر السطر انهيه معاكم. هشيل الماركر وهقفل في الغرزة دي بغرزة نص عمود في الحلقتين. ادي غرزة نص عمود. هرتفع سلسلة وهلف الشغل واكمل. انا كده اشتغلت مجموعة ال10 اتنينات 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 لغاية لما اتمتهم كملتهم، ووصلت ان انا عندي القطعة دي. طيب القطعة اللي انا وصلت لها دي هقدر احدد منها حاجة او اقدر اوصل منها لحاجة كمبتدئ او لسه مثلا بجرب الايس كاب؟ هل ممكن يحدد لي حاجة على اساسها اقول تمام انا هكمل الايس كاب ومقاسه يظبط معايا، ولا هكمل خلاص للاخر من غير ما اخد اي ملحوظة من الجزء ده؟ وممكن بقى الايس كاب يطلع معايا في الاخر قصير، يطلع معايا كبير. لا ده انا ممكن احدد حاجات. ازاي؟ الميل ده اقصى حاجة فيه هنا اقدر احدد طول الايس كاب. خلونا نقيسه. وانا بقيس براعي الحتة الميل اللي هنا دي تبقى دي ايه مايلة كده شوية، يعني اعوضها مثلا بايه بنص ملي ولا حاجة. خلونا نقيس كده. وصلت لتقريبا شوفوا 21-22 سنتي. تمام كده انا وصلت لقياس 21 تقريبا وملي بسيط، يعني لو ظبطت او 21. انا كنت بقول 22 ولكن 21 سنتي، مش بعيد عن المقاس اللي انا مقرراه. طيب لو انتي لقيتي نفسك لا ده انا كنت عايزة اعمل ايس كاب مثلا رجالي طوله 25 سنتي، شوفوا انا ناقصني قد ايه. هنا بقى تيجي فايدة السلاسل الزيادة اللي قلت لكم نعملها هنا، انك ممكن تشتغلي كمان سلسلتين سلسلتين لغاية لما توصلي لطول الايس كاب المناسب. وانا بشتغل بقيس تاني بالمازورة اشوف انا عايزة طول كام اوصل له. الميل ده بيكون هو كبسة الايس كاب على الراس، اللي هو كنا في الايس كاب العادي قبل ما يطلع الموديل ده، او قبل ما نعرف الموديل ده. اول ما اشتغلنا زمان جدا كنا بنشتغل قطعة مستطيلة بالرب بالغرزة دي، قطعة مستطيلة خلاص ما فيهاش الميل ده، وبنضمها بنقفلها الاول وبنضمها من فوق بيدوي او يعني بإبرة خيط عادية او بإبرة الكروشيه، ونضمها من فوق ويكون هو الايس كاب ده. اما الباترون ده ظهر سهل لنا موضوع انه اللمة اللي فوق والكشكشة، فبتكون الجزء الميل ده هو كبسة الايس كاب على الراس. فلما انت تزودي قياس الميل ده هيطول شوية لكن مش هيضر ابدا، بالعكس هيظبط لك الدنيا. باختصار لما تحاولي توصلي للطول اللي انت عايزاه بالسلاسل الزيادة دي بانك هتزودي شغل 2 2 2 وانت بتشتغلي بتقيسي بالمازورة تاني بتراجعي لما توصلي للطول المناسب، الميل دوت هيطول منك شوية. الميل ده مش هيبوظ لك الايس كاب خالص، بالعكس الميل ده لما يزيد هو كبسة الايس كاب على الراس. حاجة تانية هستفيد بيها برضو من اول مجموعة اشتغلتها في الايس كاب وهي العرض. تعالوا نشوف العرض كام. العرض هنا 5 سنتي. انا قلت لك لو انت عايزه تزودي طول الايس كاب هتعملي ايه. خلاص اركني بقى ده على جنب وتعالي اقول لك. انا دي كده عرضها 5 سنتي.
طيب انا عايزة اعمل قطعة طولها كام قبل ما اقفلها، يعني الدوران الايس كاب على الراس انا عايزة اوصل بيه لكام سنتي، بما ان اول مجموعة 5 سنتي. بشتغل الايس كاب ده من سن 3 سنين ل5 سنين، فانا وصلت في الايس كاب ده لطول 21 سنتي، فهو مش بعيد عن الثلاث سنين، وكمان من 3 ل 10 21 ل 22، يعني مش بعيد ابدا عن الجدول ده اللي انا برجع له في الشغل. فعندي هنا الدوران 45 ل 48 سنتي. طيب انا اقدر احدد الدوران من العرض القطعة دي؟ ايوه، لان الدوران هيتحقق من تكرار القطعة دي. فانا القطعة بتاعتي هنا دي 5 سنتي، وانا عايزة الدوران اللي اوصل ليه من 45 ل 48. بنراعي برضو واحنا متفقين ان الكروشيه بيمط، فانا بنقص عن القياس ده. انا هعمله هوصل ل 40، من 40 ل 45 سنتي. يعني هعمل ايه؟ هعمل الجزء ده او المجموعة دي 8 مرات كمان، بحيث ان انا اوصل لكام؟ ل 40. 40 وشوية عما نخلص هنقيسه ان شاء الله مع بعض. نرجع تاني لشغلنا. دلوقتي هنعمل ايه علشان نكرر المجموعة دي تاني؟ هنعد زي الاول، هنعتبر دي خلاص سلسلة البداية اللي انا اشتغلتها في الاول وعديتها كام؟ عديتها ناقص 10، اشتغلت فيهم اتنينات اتنينات. طيب يعني انا عندي دلوقتي اهي، هعد 10 واحط ماركر اهو. هعد من هنا، ادي 2 4 6 8 10، ادي ال10. هجيب ماركر اهو، احطه واتأكد تاني. 2 4 6 8 10، تمام. هقفل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني نرجع بنص عمود، وهوقف عند دي زي ما وقفت هنا، ورجعت وازود اتنينات اتنينات. هنفهم حالا في الشغل. هنبدأ اول سطر في المجموعة التانية. ارتفعت سلسلة قبل اصلا ما اكمل معاكم، ارتفعت خلاص، اراجع او ايوه ارتفعت هنا سلسلة. الف الشغل وادخل في اول غرزة تحت الحلقتين، وتاني غرزة هشتغل فين؟ في الحلقة الخلفية. هكمل السطر بغرزة النص عمود، هوصل للغرزة دي وارجع لكم. وصلت للماركر هشيله، وهعمل زي ما عملت هنا في اول غرزتين، مجموعة ال10 اتنينات. ادي اول غرزة في الاتنين هتبقى حشو. تاني غرزة هرتفع سلسلة والف الشغل، واعمل في المنزلقة دي نص عمود تحت الحلقتين، مش في مش في الحلقة الواحدة. اكرر اول غرزة في الحلقتين، اخر غرزة في الحلقتين، تاني غرزة هنا، نص عمود في الحلقة الخلفية. تمام. اروح على الماركر على طول، واحدد اول غرزة عندي، واكمل. ادي نص عمود، وهكذا. شوفوا بقى انا عملت ايه دلوقتي، هنا واضح اكتر. السطر ده رجعت خلاص، اعتبرت ده كأنه، بصوا كأنه في الاول، كأنه السلسلة اللي انا اشتغلتها فين؟ في الاول. هتفتكروا شكلها اهي. بس ادي مجموعات ال10، ادي مجموعة ال10. هشتغل اتنين والف وارجع، وهكذا زي ما بدأت الجزء ده. وقلنا 5 سنتي، يعني انا هكرر 8 مرات، 5 في 8 ب40 عشان اوصل لدوران الراس اللي انا عايزاه. فانا هشتغل الجزء ده 8 مرات كمان، وهرجع اكمل معاكم واحنا بنقفلها. خلاص كده احنا شرحنا الجزء ده بيتشغل ازاي بالتفصيل، سطر سطر، الروحة والرجعة، وازاي بعد ما حددت الاطوال احدد مجموعة ال10 من جديد واشتغل. خليني اكلمكم عن قفلة الشغل، ليه هنا في الحلقتين وليه هنا في الحلقتين. هنا في الحلقتين علشان اسحب الشغل كده شوية، يعني اجيبه ايه، يبقى مسحوب، ما يبقاش عندي فراغ هنا لما اشتغل في الحلقة الخلفية، يبقى مسحوب بالشكل ده.
ما يبقاش عندي فراغات متكونة هنا. تمام. قفلة السطر ليه في الحلقتين مش في الحلقة الخلفية زي باقي الشغل؟ شوفوا انا قفلت في الحلقتين اهو، اما تشدي تحسي ان هنا محكم. لو جربتي بقى تشتغلي في الحلقة الخلفية بتلاقي ده بيفتح معاكي، فمع الاستخدام الجزء ده بيبقى عامل كده، هتلاقيها بتحدف كده. تمام. فاحنا مش عايزين كده، فاحنا عشان كده بنشتغل في الحلقتين من هنا ومن هنا عشان سحبة الشغل وما تكونش فراغات. وصلت هنا لانه الايس كاب بقى عبارة عن تكرار للمجموعة دي لغاية لما اوصل لدوران الراس المناسب. هوصل لدوران الراس المناسب وقبل التقفيل هرجع لكم. خليني اقول لكم ملحوظة على الموديل ده. الموديل ده لما بتشتغليه كتير بيكون عندك مرونة خلاص في حساب بقى المجموعات والزيادات، وانه ازاي اوصل للطول المناسب وازاي ارجع تاني اكرر المجموعة، فبيكون خلاص عندك مرونة في الشغل ده.